عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ وش اخباركم حبايب قلبي؟ اليوم درسنا نتكلم عن افضل 12 تطبيقات مهمة للجهاز. هاي الواضحة قدامكم. رابط البرامج سوف يكون اسفل الفيديو. البرنامج الاول برنامج يشغل نغمات بدون انترنت وبدون تحميل. على سبيل المثال هسه مشتغل انترنت، نجي هناك على اي اغنية مثلا هاي، تجي تدوس على هذا هسه ما تجي تدوس عليه تطلع. هسه نجي نطفي الانترنت ونشوف البرنامج. ندخل على البرنامج، ندخل على هاي الخانة الأخيرة، نلعب على هاي النغمات، ندخل على هاي النغمة. هاي الصالة خليناها، هاي مخليها قديم مثلا. الصراحة برنامج كلش جميل. البرنامج الثاني فك الضغط عن الملفات. على سبيل المثال ناخذ هذا الملف، مش نسوي له استخراج، ندوس عليه استخراج، يستخرج الجهاز او فك الضغط عن الملفات. هاي البرنامج الثاني. البرنامج الثالث مشاهدة مباريات مباشر او قنوات مباشرة. هذا يعني تضغيط غابة يطلع لك جدول المباريات، وهنا قنوات مباشرة، جميع القنوات. البرنامج الرابع تحميل البرامج الألعاب مهكرة وقوية كلش، فقد تبحث عن اللعبة تلاقي تنزلها. مثلا على سبيل المثال أخذ هاي اللعبة، نجي نضغط تثبيت تثبت اللعبة. بعد البرنامج الخامس اللي هو تدوير المحادثات. ندخل على البرنامج تطلع لنا واجهة بهذا الشكل. نجي نختار ايش، هسه اختار الماسنجر، نجي نختار الصورة مثلا هاي الصورة، نجي نسوي لها سيف، نجي نكتب الاسم مع الماسنجر والراس، مثلا هلا. بعدها نجي نعطيه سيف، نسوي له سيف. نروح للاستوديو. هلا، هاي هو التصوير. برنامج كلش جميل. برنامج فك الضغط، العفو، حماية الجهاز. فقط تشغل هاي حتى يحملك الجهاز. مدير الجهاز برنامج تقدر تختار اي جهاز، اذا تاخذ الجيميل ماله خلي الجيميل وخلي كلمة السر، تعطي تسجيل الدخول، راح يتهمك الجهاز. هذا البرنامج تقدر مثلا على اليوتيوب تسوي له مشاركة على البرنامج هذا الشغلة، راح يشتغل في الخلفية لأن النت أنا مو عندي. هذا برنامج تصوير الشاشة فيديو. ندخل على البرنامج، تصور ألعاب أو برامج، نضيف هاي الألعاب نصورهن. هاي لا تضبطها إلا HD وغيرها. وهنا التصوير راح يصور. برنامج الترجمة برنامج كلش جميل. هكذا أو تترجم صورة على الكاميرا، تختار الصورة من الاستوديو، تختار اللغة وتترجم راح تترجم لك إياها مباشرة. برنامج سمسم برنامج كلش جميل. برنامج تكلم، تطلع مع ساوند تكلم.
طبعا الانترنت أنا ما عندي، نظام الزخرفة الاحترافي. برنامج زخرفة الأسماء الفيسبوك. يعطيك 4 زخرفات، تختار الزخرفة الأولى مثلا شخصي مزاجي. شو مثل ما تلاحظون شخصي مزاجي. نوع الزخرفة الثانية مثلا شخصي هذا. تلاحظون حبايبي هاي ال4 زخارف. إذا احنا انتهى الدرس، إذا عجبك الشرح اشترك في القناة ليصلك جديد. رابط البرامج سوف يكون أسفل.